حاجة اعملها لابني علشان ازود ثقته في نفسه. اهم حاجة تعملها لابنك علشان تزود ثقته في نفسه هي ان انت توديه يلعب رياضة. يلعب رياضة، الموضوع ده غريب، خلي بالك هو مش غريب ولا حاجة. انك تخلي ابنك يلعب رياضة دي حاجة بتخليه يبقى عنده ثقة في نفسه قوي، لان هو كل مرحلة بيبدأ يعلى فيها في الرياضة دي بيبدأ ان هو يبقى عنده علم، وبالتالي عنده خبرة، وبالتالي يبقى هو قوي في نقطة. النقطة دي بتخلي عنده ثقة في نفسه لما يجي يتكلم. زي مثلا رياضة السباحة. رياضة السباحة دي من اهم الرياضات اللي اي طفل لازم يتعلمها. طب ليه؟ ان هو السباحة بالنسبة لنا كلنا طبعا احنا كنا عارفين شكلنا بيبقى عامل ازاي طبعا، واحنا مش بنعرف نعوم وبنخش في الغويط. بالراحة بالراحة بالراحة. ايه ده ايه ده ايه ده جايب السمك ده منين يا بنت؟ ذكر القرش هاجمني يا خالو. فانت بالتالي بتبقى انت يعني حاسس بعدم ثقة وحاسس بخوف، لانك لو دخلت اكتر هتحس انك بتغرق، وهيبقى وقتها شكلك وحش قوي، وهيبقى انت اراجوز الناس واراجوز الصحاب واراجوز اي مكان علشان انت ما بتعرفش تعوم. فبالتالي ابنك لما يبتدي ان هو يبقى متمرس في العوم او متمرس في رياضة معينة، المهم ان هو يبقى قوي فيها، هيبقى الموضوع ده بالنسبة له حافز ان هو يبقى خلاص متأكد لما يتكلم مع حد ويقول له عايز تعوم اعمل كذا وكذا وكذا، هيبقى هو كده هيحس ان هو كده في حاجات هو عارفها واللي حواليه مش عارفينها. فبالتالي الموضوع ده هيديله بوزيتيف انرجي حلوة قوي قوي في ان هو يبقى خلاص قادر يكمل، قادر ان هو لو دخل في اي حاجة جديدة يبقى ملم بكل الجوانب بتاعتها. فالرياضة مهمة علشان الجانب ده قوي قوي، ودي نصيحة مني لأي أب وأم عايزين يزودوا ثقة عيالهم في نفسهم. وده كان فيديو سريع، أتمنى تكونوا استفدتوا، وأحب أختم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان معاكم هشام عماد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشفا.